الحمد لله الحمد لله، النهارده احسن والله. الحمد لله ما فيش. كان بياكل. اخواته كانوا في الشارع وكان بياكل وصحى مامته كده يبص على اخواته فوقع من على سور البلكونه. 3 سنين. لا ربنا. هو بيمشي يعني مع بيمشي يعني. بيمشي، مش بيحبي. لا هو بيمشي وبيروح ويجي ويلعب وكده بس. مم. كانت مامته حاطه له ياكل وواقفه في المطبخ. اخواته اللي كانوا تحت بيلعبوا في الشارع فتقريبا سمع صوتهم او ايه، لان هو كان عايز اصلا ينزل الشارع واحنا ما بننزلوش الشارع وكده عشان مم. صغير وكده. فجرى في كرسي جنب سور البلكونه كده فوقف عليه، فطبعا زي ما تقول بيوطي دماغه كده، فدماغه غلبت جسمه غلبته وقع. تقريبا. مم. مم. ومين بقى الشخص اللي كان قاعد في الشارع وخده وجري بيه ده؟ ده اخويا ابن عمي بالظبط. هو بيته، هو قاعد على سلم البيت عنده. لا تجري بيه عند دكتور عندنا مم. اسمه الدكتور اكمل. مم. قعد يعمل طبعا. هو الولد لما وقع فصل اي نفس اه طبعا واي وقع. حاجه. الوقعة كبيرة. فجرى بيه على الدكتور اكمل، قعد يعملوا تنفس صناعي كده. لما الولد عم فايق قعد بقى اتفتح في العياط وقام مرجع. مم. فالدكتور اكمل قال له اقرب حاجه ليك ان الطفل ده يروح المستشفى. فطبعا احنا اقرب مستشفى عام لنا في الآب. مم. فاخدوا بقى، وكان والدي بقى جاب العربيه و... وقابله عند الدكتور اكمل. اخدوه في العربيه وجروا بقى على مستشفى الآب. مم. فالحمد والحمد لله. لله هو الحمد لله ان هي أغلبية الخبطة جت على البطن. الحمد لله من الحمد فضل لله. ربنا وكرمه علينا إن الدماغ الحمد لله الحمد لله سليم، إنما إن عنده نزيف داخلي في البطن. مم. فحجزانه في المستشفى إن كل شوية بنتابع إن النزيف ما يزيدش، لأن مم. لو زاد بيضطر بقى في حاجة اسمها عملية استكشافية. طبعا أنا بكلمك على اللي اتقال لي هنا في المستشفى. صح صح. فلو النزيف وقف او اكتفى بالنسبه اللي ظاهره في الاشاعه ديت، ده من كرم ربنا بقى. ممكن العلاجات بقى والحاجات ديت بتصرفه كده. مم. زاد بقى بنضطر بقى ان نخش بقى في عمليه واستكشافيه عشان يعرفوا النزيف ده جاي منين، من مم. الطحال، من الكبد، من الامعاء كده يعني. مم. مامته منهارة طبعا. فهي كانت طبعا أول حد. هي لما سمعت الخبطة جرت وراه. بس طبعا أنا لما نزلت الفيديو أنا نزلته على صفحتي الشخصية، ما نزلتوش لا في جروبات ايوه ايوه ولا عند شفت. حد. أنا نزلته عندي على الصفحة. الناس مم. هي اللي شاركته. في ناس اتصلت عليا وبتقول لي ده دمية وأنت عامل كده مم. علشان تكسب. أنا لا بتاع مشاهدات على فكرة. إحنا ناس من بلد أرياف، لا عندنا تجارة في الشغل ده ولا لنا انا علاقة عارف. بالشغل ده. انا عارف. القصة كلها إن أنا طلبت الدعاء، لعل وعسى في حد أقرب إلى الله مني، مم. ربنا سبحانه وتعالى يستجاب. وشوف بقى إن ربنا سبحانه وتعالى من الفيلم الفيديو اللي أنت شفته، الفيلم التمثيلي ده كله، مم. ربنا سبحانه وتعالى يخرج الطفل منه بأعجوبة. لا، ده التاني يعني. التاني علوي. ان شفت الجراج، هو واقع على جراج ومن اه الجراج على الارض. هو ده اللي نجده. ده ربنا سبحانه وتعالى الاول، ثم صح وقعته صح في البدايه على الجراج. صح. يعني قصرت المسافه. مم. انا دايما يعني انا ما شفتش الفيديو ده على فكره. اشوف انا نشرته ما قدرتش اشوفه الا مرتين، ما شفتوش الا مرتين اتنين، لان ماليش قلب ان انا كل شويه اقعد اشوفه. لان فيديو فعلا اللي يشوفه يقول ده حاله موت. مم. مش مم. بس سبحانه بقى ربنا كرم رب.